أهلا بكم يا أغلى متابعين في قناتكم قصص واقعية. أنا جايبين لكم حكاية من أقصى الحكايات اللي وصلت لنا. حكاية خيانة بدأت بنظرة وكلمة وثقة زيادة عن اللزوم، وانتهت بخراب بيت كامل وضياع ناس ما لهاش ذنب. قصتنا أن اهتدى مش مجرد قصة تسلية، دي عبرة لكل راجل وست علشان يعرفوا إن الغلط مهما استخبى لازم يجي يوم وينكشف. يلا بينا نبدأ. أنا اسمي سناء، عندي 30 سنة ومتجوزة من عادل بقيلي أكثر من 10 سنين، وعندي بنت واحدة اسمها ليلى عندها 10 سنين. كانت عايشة حياة يعتبرها أي حد مستقرة، جوز محترم، بيت هادي، وبنت جميلة مالية عليا الدنيا. عادل كان بيحبني جدا وبيثق فيا ثقة عمياء، ودي كانت أكبر نعمة عندي. لكن للأسف أنا كانت غبية كفاية إني أضيع النعمة دي بأيدي. عادل كان ليه صاحب مقرب جدا اسمه رافد. رافد تقريبا كان فرد من العائلة، يدخل بيتنا في أي وقت، يأكل معنا، يخرج معنا، وحتى بنتي كانت بتناديه عم رافد. في الأول علاقتي بها كانت عادية جدا، لكن مع الوقت بدأ يهزر معي بطريقة مختلفة. يبصلي نظرات طويلة، يعلق على شكلي، يهتم بتفاصيل صغيرة عادل نفسه ما كانش بياخد باله منها. وفي البداية كانت بصده، لكن جوايا كانت مبسوطة بالاهتمام ده، خصوصا إن عادل كان أغلب وقته في الشغل، أما رافد فكان دائما موجودا، يسمعني، يضحكني، ويحسسني إني ست مرغوبة. وفي يوم وأنا قاعدة لوحدي في البيت، لقيت رافد بعت لي رسالة: هو أنتِ تعرفي إنك جميلة بطريقة تخلي الواحد يتجنن. المفروض وقتها كانت أوقفه عند حده، لكن اللي حصل إني رديت وضحكت، ومن هنا بدأت المصيبة. الكلام بينا زاد، والمكالمات بقت بالساعات، وبعدها بقي يتحدد بأي سبب علاش إن يجي البيت حتى لو عادل مش موجود. وفي مرة قرب مني وقال: أنا عمري ما شوفت ست زيك يا سناء، المشكلة إنك مرات أعز صاحبي. الكلمة دي المفروض كانت تفوقني، لكنها بالعكس خلتني أحس إني مرغوبة أكثر. أما بنتي ليلى فكانت الوحيدة اللي شايفة الحقيقة من بدري. كل ما رافت يجي البيت كانت تتوتر وتستخبى أو تنزل عند جدتها، وأنا للأسف كانت فأكرة إنها دلع أطفال. في يوم عادل اتصل بي وقال: حضري أكل حلو يا سناء، أصل رافد جاي يتغدى معانا. أول ما ليلى سمعت الاسم وشها تغير وقالت: ماما أنا عايزة أنزل عند تيتي. مسكتها وسألتها: هو أنتِ لهي مش بتحبي عمو رافد؟ اتلخبطت وقالت: ما فيش، بس مش بحبي أقعد معه. الكلام ضايقني لكني تجاهلته. بعد شوية عادل وصل مع رافد، ولما عادل دخل يغير هدامه رافد قرب مني بسرعة وقال: وحشتيني. قالت له بخوف: أبعد، عادل ممكن أن يطلع. لكن الحقيقة إن خوفي ما كانش خوف من الغلط، خوفي كان من الفضيحة بس. في اللحظة دي طلعت حماتي فجأة ولمحتنا واقفين قريبة من بعض، ومن ساعتها بدأت تشك. كانت دايما تقول لعادل: صاحبك ده ما ينفع يدخل البيت بالشكل ده. لكن عادل كان يضحك ويقول: رافد ده أخويا. الثقة دي كانت بتوجعني أوقات، لأن جوزي كان بيحبني بصدق، وأنا بخونه مع أقرب الناس لي. المشاكل بيني وبين حماتي زادت جدا، وفي مرة أتخانقت معاها وسبت البيت وروحت عند أمي. وأمي كانت ست كبيرة كفيفة عايشة لوحدها وما تعرفش أي حاجة عن اللي بيحصل. هناك بقية علاقتي برفت، وصلت لمرحلة تانية خالصا. كان يجي بحجة إنه جاي يصلح بيني وبين جوزي، لكن الحقيقة إنه كان بيقضي معي ساعات طويلة، وأنا كانت مستسلمة تماما للمشاعر دي، أو اللي كانت فأكرة إنها مشاعر. في مرة قال لي: أنا هخلي عادل يسافر كم يوم شغل ونبقى براحتنا. وللأسف وافقت من غير تفكير. كانت فأكرة إن رفد بيحبني بجد، خصوصا إنه كان دايما يقارن نفسه بجوزي ويقول:
أنا أقدر أعيشك ملكة. أما عادل فكان شايف صاحبه ملاك نازل من السماء. حتى لما زعلت وسبت البيت، عادل نفسه هو اللي بعت رافت علشان يصالحني. تخيلوا كمية الثقة. وفي الوقت ده نهلة أخت جوزية بدأت تأخذ بالها من تصرفات ليلى الغريبة. البنت كانت كلما تشوف رافت ترتعب. وفي يوم نهلة ضغطت عليها علشان تعرف الحقيقة. وقتها ليلى انهارت وهي بتعيط وقالت: شوفت ماما وعمو رافت بيعملوا حاجة وحشة، ولما شرفني قال لي لو قولت لبابا هيقطع لساني. نهلة اتصدمت. كانت حاسة إن في حاجة غلط، لكن عمرها ما تخيلت إن أخوها يتخدع بالشكل ده. في نفس الوقت رافت بدأ يعمل حركة أنا ما كنتش متوقعا. راح طلبوا أيدي نهلة من عادل. أول ما عرفت حسيت إن النار ولعت جوايا. كلمته وصرخت فيه: يعني إيه تتجوز نهلة؟ وأنا؟ قال لي بهدوء: دي مجرد خطة على شيء ما حدش يشك فينا. لكن الحقيقة إنه كان بيضحك عليا. كان عايز يحتفظ بي وفي نفس الوقت يتجوز بنتا محترمة من عائلة صاحبه. وقتها لأول مرة بدأت أحس إني مجرد لعبة بالنسبة له، لكن رغم كده ما قدرتش أبعد عنه. وبعد كم يوم عادل اضطر يسافر شغل بره المحافظة. وأول ما سافر اتصلت برافت وقلت له يجي البيت. في الأول رفض وقال: حاسس إن الموضوع خطر. لكن لما هددته إني هقول كل حاجة لعادل وافق وجيه. وفي الليلة دي كانت نهايتنا، لأن نهلة كانت بلغت عادل بكل اللي عرفته من ليلى. وعادل اتفق مع أمه والشرطة يرجع فجأة. وأنا وقتها كانت مع رافة في أوضة النوم. فجأة سمعنا صوت الباب بيتفتح بعنف. قمت مرعوبة ولقيت عادل واقف قدامي، عينيه كلها صدمة وانكسار. أما رافة أول ما شافنا الشرطة حاول يبعد عني وينكر كل حاجة. عادل بصله وقال: دي كانت أخواتك، دي أنا كانت مستأمنك على بيتي. أما أنا فما كنتش قادرة حتى أرفع عيني في وش جوزي. التقبض علينا أنا ورفت بتهمة الخيانة الزوجية. وفي القسم قعدت أعيط طول الليل، مش خوف من القضية، لكن لأن لأول مرة استوعبت حجم الخراب اللي عملته. بنتي الصغيرة شافت أمها خائنة، وجوزي اللي حبني بإخلاص أتكسر على أيدي، وحتى أمي العيانة اللي كانت شايفاني أشرف بنت. اكتشفت حقيقتي. أما رافة فأول ما وقع في المشكلة باعني بكل سهولة. وقتها فهمت إن الراجل اللي يخون صاحبه مستحيل يكون وفي لست. أنا خسرت كل حاجة: بيتي، جوزي، بنتي، وكرامتي. وفي الآخر ما كسبتش غير الندم. وعلشتني كده لو أي ست سامعاني دلوقتي ومش قادرة تكمل مع جوزها، تطلب الطلاق أكرم مليون مرة من الخيانة. الخيانة عمرها ما كانت حب. الخيانة ضعف وأنانية، ونهايتها دايما خراب. ودي كانت حكايتي. قولوا لي رأيكم في اللي حصل، وهل عادل كان لازم يسامحني ولا اللي عمله كان صح؟ واشوفكم في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.